ليوناردو دافنشي عمل حاجه في منتهى الجمال، خلى المسيح، ودي كانت موجوده برضو في الايقونات القديمه من القرن الاول للقرن السادس ولغايه دلوقتي. اعتبر ان المسيح هو مصدر الضوء اللي هو شمس البر اللي هو بيسطع على اللي حواليه، فعمل المسيح كأنه هو اللي بيدي ضوء على التلاميذ اللي على يمينه، فخلى الظل والنور بتاع التلاميذ اللي على اليمين الناحيه اللي ناحيه المسيح فاتحه، والناحيه الثانيه غامقه اللي هو الظل والنور، والعكس الناحيه الثانيه اللي باصين على المسيح من ناحيه الشمال عباره عن الضوء ناحيه المسيح فاتح والضوء البعيد غامق. ودي كانت برضو تأكيد لاهوتي على ان اللي بيرسم فنان عميق التفكير جدا في اللاهوت، هو مش فنان طبيعي. على فكره القديس لوقا برضو من تلاميذ المسيح كان طبيب وفنان، رسم صوره للعذراء مريم. المسيح كمان وهو ماشي في طريق الجلجثه هو رايح يتصلب وشال الصليب، وقع بالصليب، ففي واحده ست بسيطه جدا من عامه الشعب جابت حته قماشه وراحت حطيتها على وش المسيح، فطبع وش المسيح على القماش. فده برضو من ضمن الحاجات اللي خدوا منها ملامح. بس الصور مختلفة، يعني بينتينجز مختلفة. يعني لما تشوفها في الكنائس في أوروبا شكل ألوان المسيح كذا، هي عندنا هنا ألوان المسيح كذا، أفريكا ألوانه غامقة خالص طبعا. يعني وحتى الفيتشرز بيغيروها شوية. يعني أنا درست إن المسيح كما تصوره الشعوب، كما تصورته الشعوب. يعني في بعض الأفارقة بيعملوا بشرة المسيح غامقة شوية. ما أنا ده اللي بقوله لك. يعني لا، وبرضو التقطيع فيها اختلافات. طبعا. يعني هو زي إيه، يبقى واحد مننا، فاهم قصدي؟ يعني وده الطبيعي. زي برضو القديسين هنا رسمتهم غير اللي في الكنائس الكاثوليكية، حتى ستنا مريم برضو مختلفة. طبعا. حتى في بنى الكنايس، يعني بنى الكنايس بتختلف من بيئة للتانية. طبعا. يعني البيئة الأوروبية والتلج وكده تلاقي سقف الكنيسة معمول بطريقة معينة عشان يتلاشى الأمطار والثلوج. في مصر مختلف. كمان نقطة مهمة وآخر حاجة ممكن أقولها مع حضرتك، لبس المسيح نفسه كان له رموز. اللون نفسه كان دايما المسيح يلبس لون توب لونه أزرق اللي هو النيلي اللي هو اللون الغامق، ده رمز برضو للملكوت والبشارة والسماء، واللبس الأساسي بتاعه أبيض وعليه توب أزرق. وهكذا في لون البني والاسود ده بيلبسه دايما الرهبان في الأديرة، واللون البني ده برضو ليه رمز اللي هو النسك والزهد في العالم، خلاص هم سابوا العالم. أنا قصدي إن أغلب الألوان اللي كانت موجودة في الأيقونات ليها رموز. سواء الأبيض أو الأحمر أو الأخضر، الرمز برضو الأحمر متهيألي دايما العذراء عليها شال أحمر، بتلبس اللبس الأساسي بتاعها أحمر وعليه شال لونه أزرق. أيوة بالظبط كده. وأحيانا أبيض وأزرق. أحيانا أبيض وأزرق. طبعا ليها رموز اللي هي نقاء القلب والنظرة للسماء والملكوت. متشكرة جدا جدا جدا، نورتني. متشكر جدا. نورتني معلومة وفعلا بوجودك. شكرا. ميرسي جدا أستاذ محب. وكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة دي. نشوفكم إن شاء الله في 19/25 بودكاست مع ليلى عز العرب، حلقة جديدة.